الاهلي بيقرر بيع امام عاشور. زي ما انت سمعت كده، الاهلي بيقرر بيع امام عاشور وعايزه يبقى الصفقة الاغلى في تاريخ النادي الاهلي. 10 مليون دولار. ده الكلام اللي اتقال من شويه في حلقه ابراهيم فايق، والكلام رايح في سكه ادم وطني. عايز امام عاشور في يناير؟ يلا يا حبيب قلبي مع السلامه وادفع 10 مليون دولار. مش انت كنت بتقول اللي انت تعرف تجيب لي امام عقد حلو جدا في 5 دوريات عالميه؟ خلاص يا حبيبي، هات اي عقد وخد امام وفوقيه يا عم بوسه. واحنا كاهلاويه كده كده مش فارق بالنسبه لنا برضه، يعني اصل هو مش ابن النادي، يعني مش رمضان صبحي، يعني فاهم انت ازاي؟ فخلاص يا باشا، حقك وحقي. وده الكلام اللي صرح بيه كابتن وليد صلاح من يومين ساعه لما قال لك ان مفيش ولا لاعب ولا وكيل هيقدر يلوي دراع الاهلي، ولا يقول له مدد ولا يقول له جدد، الا لو الاهلي كان عايز. الاهلي بقى دلوقتي بيقول لك لو عايز امام خده واديني 10 مليون دولار، واحنا يا باشا كجمهور الاهلي مساندين ومدعمين يا باشا، وخده في بوسه 100 100، ولا يشغلنا ولا يفرق بالنسبه لنا خالص. الراجل جه وادانا ولعب معانا، وهو كمان خد بطولات عمره ما كان هيعرف ياخدها في الزمالك، والدنيا يا باشا مرضيه والحمد لله. فمش فارق لنا موضوع امام خالص. يعني الكلام ده فعلا لو صح انا بدعم الفكره جدا، ما عنديش ادنى مشكله. اي لعيب في الاهلي هيوجع دماغنا ويقعد يزن مع الف سلامه والقلب يدعي لك، ومش هتقف على حد، اصلا ما كانتش وقفت قبل كده يعني.